في يوم صعب من شهر يونيو عام 2025 بدأت قصة فظيعة تتكشف في منطقة هادئة من المغرب في إقليم ميدلت، وبالضبط في قرية صغيرة تسمى دوار آية زرور. تم العثور على طفل صغير اسمه محمد، كان عمره 15 عاما فقط. كان محمد معروفا لدى الجميع بأنه راع طيب القلب يساعد عائلته في رعاية الأغنام. كان يقضي أيامه في الحقول المفتوحة، وكان حضوره مألوفا ولطيفا في مجتمعه. لكن في ذلك اليوم انتهت حياته بشكل مفاجئ وصادم. تم اكتشاف جثه بالقرب من مجرى مائي، والصمت الذي تبع ذلك امتلأ بأسئلة ثقيلة وحزن عميق لكل من عرفه. القصة الرسمية التي انتشرت بسرعة أشارت إلى أن محمد ربما يكون قد أنهى حياته بنفسه، ومع ذلك لم يبدو هذا التفسير صحيحا للأشخاص الذين عرفوه جيدا. كانت عائلته محطمة تماما، ليس فقط بسبب فقدانهم، ولكن أيضا بسبب هذه الفكرة التي لا تصدق. قالوا إن محمد كان طفلا سعيدا يحب عائلته، ولم يكن لديه سبب ليشعر بمثل هذا اليأس. لم يكن لديه تاريخ من الحزن أو أي مشاكل قد تؤدي به إلى مثل هذا العمل المأساوي. أخبرتهم قلوبهم أن شيئا آخر، شيئا أكثر ظلاما، يجب أن يكون قد حدث لابنهم الحبيب في ذلك المكان المنعزل. المكان الذي عثر فيه على محمد كان معزولا وبعيدا عن الأجزاء المزدحمة من القرية. هذا الموقع النائي زاد من الغموض المحيط بوفاته. كيف يمكن لولد لديه مستقبل أمامه أن ينتهي به المطاف في مثل هذا الوضع؟ لم تستطع عائلته وجيرانه قبول التفسير البسيط للانتحار. لقد اعتقدوا أن شخصا آخر كان متورطا، وأن هذا لم يكن اختيارا اتخذه محمد. الحقول الهادئة التي كان يسير فيها ذات يوم مع أغنامه أصبحت الآن تحمل سرا رهيبا، وشعر المجتمع بإحساس متزايد بالخوف والظلم، مطالبين بإظهار الحقيقة للجميع. هذا الحادث سرعان ما أصبح أكثر من مجرد مأساة عائلية شخصية، لقد أصبح قصة لمس قلوب العديد من الناس في جميع أنحاء البلاد. بدأت أخبار وفاة محمد والظروف الغامضة المحيطة بها في الانتشار. سمع الناس عن ألم العائلة وإيمانهم القوي بأن ابنهم كان ضحية جريمة. هذه القصة لم تعد تتعلق بطفل واحد فقط، لقد كانت تتعلق بجميع الأطفال الذين يعيشون في ظروف مماثلة، غالبا ما يكونون غير مرئيين وغير مسموعين. أصبحت الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حول لحظات محمد الأخيرة رمزا قويا لمشكلة أكبر بكثير في البلاد. صدمة وفاة محمد أرسلت موجات من الحزن والغضب عبر مجتمعه الصغير. أصدقاؤه وجيرانه الذين شاهدوه يكبر لم يتمكنوا من فهم ما حدث. تذكروه كفتى مسؤول ومبهج، دائما على استعداد لمساعدة والدته في رعاية القطيع. فكرة أنه قد يؤذي نفسه بدت مستحيلة بالنسبة لهم. ذكرياتهم المشتركة عن محمد جعلتهم يقفون مع عائلته، رافضين أن تنسى وفاته أو تهمل دون تحقيق حقيقي. هذا الشعور الجماعي بالخسارة وعدم التصديق وحد القرية بأكملها في مهمة مشتركة للسعي لتحقيق العدالة للراعي الشاب. مع انتشار ألم العائلة، ارتفعت مطالبتهم بتحقيق مناسب، وصدى ذلك لدى العديد من الآخرين. ناشدوا السلطات بالبحث بعمق في القضية، وعدم إغلاقها ببساطة على أنها انتحار. منظمات حقوق الإنسان المحلية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سمعت نداءهم وتدخلت على الفور لدعمهم. أدركت هذه المجموعات أن وفاة محمد كانت قضية خطيرة تتطلب اهتماما دقيقا. رفضوا علنا نظرية الانتحار، وطالبوا بأن يقوم نظام العدالة بإجراء تحقيق عادل وشفاف وشامل لكشف الحقائق الحقيقية لما حدث في ذلك اليوم. سرعان ما وصلت القصة إلى ما وراء القرية الصغيرة، واستحوذت على اهتمام الناس في جميع أنحاء المغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ هاشتاج العدالة لمحمد الراعي في الانتشار على الإنترنت، ناشرا قصته على نطاق واسع. شارك الآلاف من الناس رسائل حزن وغضب ودعم لعائلته. أظهر هذا الصراخ الرقمي أن الجمهور كان يراقب عن كثب ولن يقبل الصمت أو الإجابات السهلة.
أصبح المجتمع عبر الإنترنت صوتاً قوياً يطالب بالمساءلة ويضمن أن الضغط على السلطات لن يتلاشى. أصبحت المطالبة بالعدالة لمحمد حديثاً وطنياً حول سلامة الأطفال. أكدت مجموعات حقوق الإنسان أن هذه كانت لحظة حاسمة لنظام العدالة ليثبت اتزامه بحماية الفئات الأكثر ضعفاً من المواطنين. طلبوا رسمياً من السلطات القضائية التعامل مع القضية بالسرعة التي تستحقها. جادلوا بأنه إذا ارتكبت الجريمة فيجب العثور على المسؤولين ومحاسبتهم على أفعالهم. لم يكن هذا مجرد التحقيق للسلام لعائلة محمد، بل كان يتعلق بإرسال رسالة واضحة بأن حياة كل طفل مهمة. كان المطلب بسيطاً: تحقيق حقيقي للعثور على الحقيقة مهما كانت. قصة محمد تسلط ضوءاً ساطعاً ومؤلماً على الحياة الصعبة للغاية للعديد من الأطفال في المناطق النائية والريفية بالمغرب. في هذه المناطق يعتبر الفقر صراعاً مستمراً، وغالباً ما تحتاج العائلات إلى كل فرد بما في ذلك الأطفال الصغار للعمل من أجل البقاء. فبدلاً من الذهاب إلى المدرسة والاستمتاع بطفولتهم، يصبح العديد من الأولاد والبنات عمالاً في سن مبكرة جداً، يعملون في الحقول، يرعون الحيوانات، أو يقومون بأعمال صعبة أخرى غير مناسبة لأعمارهم. هذا الواقع لعمالة الأطفال يحرمهم من تعليمهم وصحتهم وفرصتهم في مستقبل أفضل، ويحبسهم في دائرة من المشقة. غالباً ما يعيش هؤلاء الأطفال في عزلة اجتماعية بعيداً عن أنظمة الدعم والحماية المتاحة في المدن. يمكن أن تكون القرى متباعدة مع مسافات طويلة بين المنازل والمدارس والعيادات الصحية. هذه المسافة المادية تخلق مسافة اجتماعيا أيضا. غالبا ما يترك الأطفال مثل محمد بدون شبكات الأمان القانونية والاجتماعية المصممة لحمايتهم من الأذى والاستغلال. هم عرضة للخطر، وعندما تحدث مأساة كهذه فإنها تسلط الضوء على النقص الشديد في الموارد والاهتمام الممنوح لهذه المجتمعات المنسية. يمكن أن يكون عالمهم مكانا وحيدا وخطيرا. وصفت منظمات حقوق الإنسان وفاة محمد بأنها جرس إنذار جديد للأمة بأكملها. إنها بمثابة تذكير قوي ومأساوي بأن النظام يفشل في حماية أطفاله الأكثر ضعفا. تجادل هذه المجموعات بأن حماية الأطفال ليست مجرد مسؤولية والديهم، ولكن واجب جماعي للحكومة والمجتمع ككل. لكل طفل الحق في الحياة والكرامة والسلامة بغض النظر عن مكان ولادته. يظهر الوضع الحالي أن هذه الحقوق الأساسية لا تضمن للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والبدوية المهمشة في البلاد. تتزايد المطالبة بالتغيير قوة. يحث النشطاء الحكومة على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة هذه الأزمة، وهذا يشمل إنشاء وتطبيق برامج اجتماعية تدعم الأسر الفقيرة حتى لا يضطر أطفالها للعمل، ويعني ذلك بناء المزيد من المدارس في المناطق النائية وضمان حصول كل طفل على تعليم جيد. ويعني أيضا تعزيز قوانين حماية الطفل والتأكد من تطبيقها في كل مكان وليس فقط في المدن. الهدف هو إنهاء الاستغلال الاقتصادي للأطفال وبناء مجتمع يكون فيه كل طفل آمنا ولديه الفرصة للنمو والازدهار. تحقيق العدالة لمحمد يتجاوز حل قضية واحدة، إنه تكريم لذكراه من خلال إحداث تغيير دائم لجميع الأطفال في ظروف مماثلة. تحقيق شامل وشفاف في وفاته سيبعث برسالة قوية مفادها أن حياة الطفل الفقير في الريف تحظى بالتقدير والحماية بموجب القانون. سيظهر لعائلته ومجتمعه الحزينين أن أصواتهم قد سمعت، وأن خسارتهم تهم الأمة بأكملها. العدالة الحقيقية في هذه القضية تعني محاسبة أي أطراف مسؤولة، والاعتراف بالإخفاقات النظامية التي جعلت محمد عرضة للخطر في المقام الأول. يجب أن يصبح هذا الحدث المأساوي نقطة تحول للمغرب. إنها لحظة للنظر بصدق في الظروف الصعبة التي يواجهها الأطفال في المجتمعات المهمشة، والالتزام بإجراء تحسينات حقيقية. تقع على عاتق الحكومة وجميع أجزاء المجتمع مسؤولية مشتركة للتحرك الآن.
وهذا يعني وضع سياسات أقوى لمكافحة عمالة الأطفال، وضمان أن يتمكن كل طفل من الذهاب إلى المدرسة بدلاً من العمل. ويتطلب ذلك الاستثمار في التنمية الريفية للحد من الفقر والعزلة، وتزويد الأسر بالدعم الذي تحتاجه لتربية أطفالها في بيئة آمنة وصحية. يجب أن تلهم ذكرى محمد حركة وطنية لإعطاء الأولوية لحماية الطفل فوق كل شيء آخر. يجب أن تعمل كل مؤسسة من السلطات المحلية إلى الحكومة الوطنية معاً لبناء نظام لا يتخلف فيه أي طفل عن الركب. هذا يعني الاستماع إلى أصوات مجموعات حقوق الإنسان، وتنفيذ توصياتهم لبرامج اجتماعية أفضل وحماية قانونية أقوى. يتعلق الأمر بخلق ثقافة يكون فيها رفاهية الطفل شأناً للجميع، وحيث لا يتم تجاهل علامات الخطر أبداً. يستحق كل طفل أن يشعر بالأمان والدعم والأمل في مستقبله. في النهاية، السعي لتحقيق العدالة لمحمد هو سعي نحو مستقبل أفضل وأكثر عدلاً لجميع أطفال المغرب. قصته، على الرغم من أنها مليئة بالحزن، يمكن أن تصبح حافزاً للأمل والعمل الهادف. دعوة ذكراه لا تكون تذكيراً بمأساة، بل دعوة لبناء مجتمع يحمي شبابه حقاً ويقدر أحلامهم ويضمن حقهم في طفولة آمنة وسعيدة. تقع المسؤولية على عاتق الجميع لضمان ألا تضطر أي عائلة أخرى إلى تحمل مثل هذه الخسارة المدمرة، وأن يمنح كل طفل في كل ركن من أركان البلاد فرصة أن يكون مجرد طفل.